الهجوم الربيعي لروسيا كان المفروض ينهي كل شيء. أوكرانيا كانت هتقع والدونباس هتبقى لروسيا، وأخيرا بوتين كان ممكن ياخد كل مطالبه في محادثات السلام، لكن أوكرانيا كان ليها رأي تاني. هجوم بوتين انتهى لأن أوكرانيا عملت حاجة مدمرة لخط المواجهة الروسي. روسيا بتحاول، هي شنت 7000 هجوم، لكن كل اللي حصلت عليه في المقابل هو كارثة كاملة. تقدم روسيا بقى بطيء قوي لدرجة إن أحفاد بوتين مش هيشوفوا النصر في أوكرانيا. روسيا بتحاول، وفعلا بتحاول بكل الطرق. حسب ديب ستيت، التحليل الإحصائي لوتيرة الهجوم الروسي بيبين إن في زيادة بنسبة 37.5% في حجم العمليات الهجومية الروسية خلال شهر مايو. دي كانت دفعة بوتين الكبيرة. بعد شهور صعبة خسر الروس حوالي 70,000 جندي في بداية الهجوم الربيعي، وكان المتوقع أن زيادة الهجمات تكسر أوكرانيا في الآخر. مع نهاية مايو روسيا كانت شنت أكثر من 7000 هجوم ضد أوكرانيا. ده المفروض يبين قوتهم، بس لما تبص على نتائج الضربات دي اللي هتشوفه فعلا هو اليأس. رغم التصعيد في الهجوم الربيعي، روسيا ما حققتش تقريبا أي حاجة على الأرض. بنهاية مايو روسيا حصلت بس على 14 كيلومتر مربع من أوكرانيا من هجومها الجديد. سمعت صح، 14 كيلومتر مربع. عشان أوضح لك، مقياس الأشياء بيقول إن دي مساحة تقريبا قد مطار لوس أنجلوس الدولي. يعني روسيا قدرت تستولي على مساحة قد مطار في شهر، في الوقت اللي شنت فيه هجمات على أوكرانيا أكتر من أي وقت تاني في 2026. ده مش بس نتيجة سيئة، ده كارثي، لدرجة إن بوتين ممكن يعيش كذا عمر وبرضه عمره ما هيشوف سقوط أوكرانيا. أحفاده لسه هيتفرجوا على الروس وهم بينهزموا قدام دفاعات أوكرانيا، وإحنا قريب هنعمل الحسابات ونوريك الوضع بقى سيء لروسيا. قبل كده في تفاصيل أكتر بتوضح فشل روسيا الكبير، والتقدم بقى بطيء لدرجة إنها دخلت المنطقة الحمراء في المكاسب الإقليمية. أوكرانيا بتحرر أراضي أكتر ما روسيا بتستولي عليها. ده حصل مرة قبل كده في 2026 لما شهر إبريل شاف روسيا بتخسر صافي أراضي بمساحة 116 كيلومتر مربع. بس روسيا كان عندها أراضي محتلة أكتر بسبب هجماتها في إبريل. حسب يوروميدان بريس ويونايتد 24 ميديا، اللي شفناه في مايو يعتبر رقم قياسي، بس للأسباب الغلط من وجهة نظر روسيا. روسيا ما سجلتش شهر زي ده من وقت الهجوم المضاد لأوكرانيا 2023، وقت ما كانت في وضع دفاعي. ساعتها السيطرة على الأراضي اتأجلت لغاية ما الهجوم المضاد خلص. السيطرة على الأراضي بقت أولوية لروسيا، ومع كده تقدمها بطيء جدا زي ما كان لما ما كانتش بتهاجم. ده مش بس وحش، ده مهين. معظم الأخبار دي من ديب ستيت، منصة تحليل عسكري مفتوح المصدر بيقدم تحديثات مستمرة عن أوكرانيا. ديب ستيت نشر التفاصيل على تيليجرام ووضح ملاحظة بسيطة على أرقامه. لأسباب أمنية بنعرض تقدم قوات الدفاع الأوكرانية بتأخير، وعشان كده من غير تفاصيل احنا جاهزين نعلن ده أول شهر من سنين بعد هجوم 2023 لما زيادة الأراضي المحتلة للكاتسابس بقت بالسالب، وديب ستيت أعلن ده. كاتسابس كلمة مسيئة للجنود الروس. البيان بيأكد إن الأرقام مش نهائية عشان لسه في أيام عمليات أوكرانيا متسجلة. وخلينا نكون صريحين يا بوتين، الأوضاع مش هتتحسن لجيشك لما الأرقام تظهر. الأرقام ممكن تبقى أسوأ لو أوكرانيا عملت هجمات مضادة أكتر في آخر مايو. في ملاحظة تانية قدمتها يوروميدان بريس واللي أشارت إن الأرقام اللي طالعة من أوكرانيا دلوقتي مرتبطة بالطريقة اللي بيتم بيها قياس التقدمات، وبتوضح إن جزء كبير من خط المواجهة بقى منطقة رمادية من غير سيطرة كاملة لأي طرف. روسيا بقت بتبعت وحدات تسلل للمناطق الرمادية علشان تدي انطباع بالسيطرة، وهنشرح قريب إزاي الاستراتيجية دي بدأت ترتد عليهم. لو كانوا حسبوا المتسللين روسيا كانت هتدعي سيطرة أكبر، بس هم مش محسوبين ومش مفروض يتحسبوا. شوية عساكر مستخبيين في مكان سري مش معناه إنك مسيطر فعلا على الأرض. ده معناه إن في روس عايزين يعيشوا في المناطق الرمادية وأوكرانيا بتطردهم. ديب ستيت مش الوحيد اللي بيتكلم عن سوء الهجوم الروسي في الربيع والصيف. معهد دراسة الحروب أو ISW عنده أخبار محبطة برضه لبوتين بناء على تحليله الخاص.
في تقرير يوم 28 مايو قال معهد دراسة الحروب إن رئيس روسيا بيتعرض عليه خرائط فيها مبالغات كبيرة عن تقدم روسيا، وده معناه إن كل اللي بيشوفه بيرسم له صورة غير حقيقية عن واقع الهجوم بتاعه. الموضوع بيرجع للمناطق الرمادية. لو جندي روسي استخبى في منطقة سكنية، روسيا بتتعامل كأنها بقت محسوبة لها. إحنا بنشوف ده في الأرقام. حسب معهد دراسة الحروب، الفترة من بداية يناير لحد 26 مايو روسيا قدرت تسيطر بشكل نهائي على 104 كيلومتر مربع بس من أوكرانيا. لو قسمنا الرقم على 5، المتوسط هيطلع حوالي 20.8 كيلومتر مربع في الشهر. في نفس الفترة المتسللين الروس قدروا يتقدموا في 628 كيلومتر مربع من أوكرانيا، بس برضو ده مش سيطرة فعلية. ده معناه إن في جنود معزولين في المناطق الرمادية بيحاولوا ينجوا، غالبا بدون نجاح. للمقارنة، معهد دراسة الحرب بيقول إن روسيا قدرت تستولي على 1619 كيلومتر مربع من أوكرانيا خلال أول 5 شهور من سنة 2025. حتى مع احتساب المناطق الرمادية اللي دخلها المتسللين، روسيا سيطرت على أقل من نص المساحة اللي أخذتها في أول 5 شهور من 2026 مقارنة ب 2025. لو استبعدنا المناطق اللي مش تحت السيطرة، روسيا تقريبا ما تقدمتش بعد آلاف الضحايا. تعالوا نبص على الأرقام. قلنا قبل كده إن حتى أحفاد بوتين مش هيشوفوا روسيا بتنتصر على أوكرانيا دلوقتي، وكنا جادين. لو روسيا فضلت محافظة على معدل التقدم الحالي بتاعها اللي هو 14 كيلومتر مربع في الشهر في منطقة دونباس، هتاخد عقود بل حتى قرون قبل ما تقدر تحتل المنطقة بالكامل. روسيا لسه محتاجة تسيطر على حوالي 6000 إلى 7000 كيلومتر مربع في دونيتسك، وده الجزء من دونباس اللي لازم تسيطر عليه قبل ما تعتبر نفسها مالك المنطقة. الهجوم الربيعي كان مركز على المنطقة دي، وهجمات روسيا في مايو اللي زادت عن 7000 كانت غير فعالة عشان رجالة بوتين بيواجهوا دفاعات أوكرانيا القوية في حزام مدن قلعة دونيتسك. لو قسمنا الفرق، روسيا لسه محتاجة تسيطر على 6500 كيلومتر مربع في دونيتسك. بالمعدل الحالي روسيا هتحتاج 464 شهر تستولي على دونيتسك. ده يعني حوالي 38.7 سنة، على افتراض إن كل شبر أرض هتاخده روسيا من دلوقتي هيكون في دونيتسك. يعني بوتين هيكون مات وقتها، لكن أولاده أو أحفاده ممكن يعيشوا ويشوفوا سقوط منطقة صغيرة من أوكرانيا. إحنا قريب هنعقد الوضع أكتر لبوتين. روسيا حاليا مسيطرة على حوالي 20% من أوكرانيا حسب رويترز، وأوكرانيا مش صغيرة. عشان تسيطر على البلد كلها، روسيا لازم تحتل 603,550 كيلومتر مربع من الأراضي. لسه فاضل لها 80% من الأراضي دي، يعني حوالي 482,804 كيلومتر مربع. بصراحة الوضع كده شكله سيء جدا لعائلة بوتين. لو قسمنا الرقم ده على 4، 10 كيلومتر مربع في الشهر، يبقى فاضل 34,488.6 شهر من القتال عشان روسيا تسيطر على أوكرانيا كلها. يعني ده حوالي 2874 سنة. ممكن اللي هيجي من نسل بوتين وقتها ما يعرفش انه ليه صلة بيه. حاسس ان الموت الحراري للكون قبل ما روسيا تحقق النصر اللي بوتين عايزه في أوكرانيا. أنا بهزر هنا. الحرب في أوكرانيا متغيرة، و14 كيلو متر مربع في مايو مش معناه ان روسيا هتاخد المساحة دي كل شهر. هيبقى في شهور روسيا هتكسب أراضي، وشهور تانية هتخسر فيها أراضي، زي ما شفنا من أوكرانيا لحد دلوقتي في 2026. مع ذلك المفروض أن روسيا عندها واحدة من أقوى الجيوش في العالم، ومع كده قضت شهر مايو وهي بتشن أكتر من 7000 هجوم، وضحت بحوالي 1500 جندي في اليوم بنهاية مايو، وكل ده عشان تاخد أرض تكفي لمطار بس. هي البيضة على وش بوتين؟ إحراج روسيا واضح للجميع، لأن الخط الأمامي لبوتين بينهار بشكل واضح. وده يخلينا نسأل، إزاي ده حصل؟ قوة عسكرية كانت مفترض تبقى عظمى بقت قوة هزيلة، و14 كيلومتر مربع كانوا أقصى إنجاز لروسيا في مايو. النص الأول عن فشل روسيا، والنص الثاني عن قوة دفاع أوكرانيا، وهنناقش الاثنين. قبل ما نكمل، ده تذكير سريع إنك بتتفرج على The Military Show. لو عجبك اشترك في القناة. احنا بننزل فيديوهات يومية عن حرب أوكرانيا وتطورات عسكرية عالمية. أول حاجة، أخطاء روسيا التكتيكية. احنا تكلمنا قبل عن تكتيكات التسلل الروسية.
الاستراتيجية اللي ظهرت في 2025 كانت بسيطة. بدل الهجمات الميكانيكية الضخمة في أول الحرب، روسيا دلوقتي بقت تبعت مجموعات صغيرة جدا، أوقات جنديين بس، يدخلوا المناطق الرمادية. مهامهم بسيطة، بيدوروا على مكان يستخبوا فيه ويستنوا الدعم. روسيا بتستغل المتسللين عشان تضخم أرقامها، وده بيخلي تقدمها يبان أعظم من الحقيقة. في ناس شايفين الأسلوب ده أخطر على أوكرانيا، زي ما قالت نيو فويس أوف أوكرانيا يوم 3 مايو. أكيد الوضع أهدى دلوقتي، الجنود مش بيتدفعوا في المعركة بنفس الطريقة اللي كانت بتحصل قبل كده، وده لأن جنود الروس بيتحركوا تحت جنح الظلام وبيقللوا التواصل اللاسلكي لأقل درجة ممكنة. بيحاولوا يعدوا من الشبكة من غير ما يقطعوها. بس استراتيجية التسلل دي هي جزء كبير من السبب في إن المكاسب الحقيقية اللي روسيا بتحققها على الأرض قليلة، زي ما احنا شايفين دلوقتي. زي ما إعلام يونايتد 24 قال، أكبر فايدة من التسلل في 2025 إن أوكرانيا ما كانتش جاهزة ليه. روسيا تقدمت بوحدات صغيرة وبعدين كملت بهجمات أكبر طول السنة. ده مش بيحصل في 2026. أوكرانيا بقت فاهمة روسيا، ومجموعات المتسللين الصغيرة اللي روسيا بتبعتها دلوقتي نادراً ما توصل لأهدافها قبل ما الطيارات المسيرة الأوكرانية تقضي عليهم. اللي بيوصلوا للمكان اللي المفروض يروحوه قليل جداً منهم بيقدر يفضل عايش لفترة، لأنه في طيارات مسيرة أكتر وكمان فرق على الأرض بتطاردهم. في دليل في الكلام ده عن الدور اللي أوكرانيا بتلعبه في فشل روسيا. خليك معنا تعرف أكتر. الاستراتيجية الروسية الذكية زمان بقت دلوقتي زي حبل مشنقة على رقبة بوتين. المتسللين بس بيتحركوا في المناطق الرمادية قبل ما يموتوا، مش بيستولوا على أراضي فعليا. عشان روسيا تحقق تقدم تكتيكي في أوكرانيا لازم يبقى فيه دعم آلي يساند استراتيجية التسلل. بس دي مشكلة تانية لبوتين، روسيا مش عندها اللي محتاجاه عشان تقوي هجماتها. تحقيق تقدم بس 14 كيلومتر مربع بعد أكتر من 7000 هجوم بيبين قد إيه الجيش الروسي اتدهور تماما، سواء من الناحية التكتيكية أو من ناحية المعدات. روسيا شايفة التدهور وبتحاول تحل المشكلة. إزاي؟ بتوقيع صفقات مع طالبان الدموية. احنا متوقعين الإرهابيين هيساعدوا بوتين يعمل اللي مش قادر عليه، بس مش مفهوم إزاي روسيا متخيلة إن طالبان تعزز الهجمات الروسية في أوكرانيا. في دلائل إن روسيا عندها خطة، وبهذا حسب إعلام يونايتد 24 روسيا عرضت تصليح معدات الاتحاد السوفيتي اللي مع طالبان. المعدات دي طالبان خدتها وقت حربهم ضد الاتحاد السوفيتي من كام عقد، ودلوقتي روسيا بتعرض تصلحها، ويبدو إن السبب هو إنها ممكن تجهز قناة صغيرة لنقل الأسلحة اللي ممكن ترجع تاني لروسيا. لو ده هو الخطة يبقى روسيا مش هتقدر تحصل على حاجات كتير. كل اللي طالبان عندها هو معدات قديمة زي دبابات تي 55 وتي 62 وكام هليكوبتر قديم. المعدات دي أكل لطائرات أوكرانيا المسيرة. ده مش هيساعد روسيا تحسن فعالية هجماتها. حتى لو دبابات طالبان راحت أوكرانيا ممكن جنود روسيا ما يستخدموهاش. في تقرير يوم 28 إبريل جورا ميديا، وهي وسيلة إعلامية موجودة في منطقة خاركيف الأوكرانية، قالت إن وحدات روسية في المنطقة بترفض بشكل نشط تنفيذ هجمات ميكانيكية. هم خايفين وده طبيعي. سياقة دبابة أو مدرعة بتخليك هدف أكبر لطائرات أوكرانيا المسيرة، عشان كده القوة اللي بتدعم المتسللين مش بتيجي حتى لو موجودة. العنصر البشري كمان سبب في ضعف أداء روسيا في مايو. في تقريرها عن فشل روسيا في اختراق دفاعات أوكرانيا في مايو، قالت يورو ميدان بريس إن من مشاكل بوتين إن روسيا عندها صعوبة في تجنيد عدد كاف من الجنود لمواكبة الهجمات وزيادة الضغط على أوكرانيا. الجيش الأوكراني بيستنزف العنصر البشري الروسي أسرع من تعويض بوتين، ودي مشكلة روسيا بتواجهها كل شهر من 2026 لحد دلوقتي. يونايتد 24 أفادت في 1 إبريل إن روسيا قدرت تجند بس 22% من هدفها خلال الربع الأول من السنة، وده أقل بنسبة 3% من المطلوب. الوضع ده مش بتحسن، وده خلى روسيا تدور في كل حتة على حلول ممكنة. مرتزقة أجانب بيتوظفوا لأن الروس بقوا أذكى وفهموا إنه عقد القتال مع روسيا في أوكرانيا معناه رحلة من غير رجعة. راديو أوروبا الحرة ليبرتي قال إنه الجيش الروسي بقى بيخدع السكارى في شوارع روسيا ويمضيهم على عقود. الناس السكارى دول بيصحوا عندهم صداع جامد ومش فاهمين ليه قاعدين في مكاتب تجنيد الجيش ومستنيين ينقلوهم للثكنات. أرقام روسيا بدأت تبقى وحشة.
لكن المشكلة الحقيقية ورا كل ده وسبب كبير في تقدم روسيا البطيء هو جودة الجنود اللي هي بتجندهم. روسيا بتختار أسوأ الناس المتاحين. تقرير درجان ذكر إنه بعض المجندين بيتدربوا أسبوعين أو أقل قبل ما يروحوا الخطوط الأمامية. كل اللي تقدر تعمله تتقدم للأمام وتتمنى إنه مسيرة ما تفجركش. ولا واحد من المجندين دون هيكون عنده خبرة كفاية عن إزاي ياخد أو يمسك موقع. أوكرانيا محتاجة تفضل تحارب وتستنزف الجنود، وساعتها هنشوف اللي شفناه في مايو، 7000 هجوم من ناس بالكاد أحسن شوية من المدنيين ضد محترفين متمرسين في الجيش الأوكراني. هيبقى في نتيجة واحدة للحكاية دي، وروسيا اكتشفتها دلوقتي، وده بيرجعنا لأوكرانيا. السبب إنه روسيا مش قادرة تعوض خسائرها هو إن أوكرانيا بتقتلهم بمعدل كبير جدا. اتكلمنا عن ده قبل كده، 70,000 خسارة في شهرين دي كارثة لروسيا، وكمان بتوضح قد إيه أوكرانيا بتتصدى بفاعلية لاستراتيجية التسلل الروسية. بالنسبة لإزاي أوكرانيا بتعمل كده، السر في مناطق القتل اللي كبرت. ده معناه إنه المناطق الرمادية اللي كان الجنود الروس بيستخبوا فيها لدعم ادعاءات بلدهم بالتقدم بقت أخطر من قبل. مسيرات FPV الأوكرانية كانت قاتلة، ودلوقتي بقى مداها أطول مع احتفاظها بفعاليتها. في 2 يونيو فوربس قالت إن أوكرانيا عندها مسيرة FPV بتضرب أهداف على بعد 102 كيلومتر ورا الجبهة. تخيل ده معناه إيه للمتسللين الروس. أوكرانيا دلوقتي تقدر تنشر مسيرات تصطاد الناس والدبابات في عمق المناطق الرمادية من غير ما تحتاج مسيرة أمن. أي إشارة لهجوم ميكانيكي ممكن تتقضي عليها في لحظة. الدبابات والمركبات المدرعة مش هتقدر تقرب، وده بيدي أوكرانيا وقت تصطاد الجنود اللي روسيا بتبعتهم للمناطق الرمادية. ومع تطور تكنولوجيا درون FPV، أوكرانيا بتستعمل جيل جديد من الدرونز متوسطة المدى لضرب روسيا من الخلف. مراكز القيادة بتتضرب بالطائرات، وده معناه إن التواصل القليل مع الجبهة بيختفي خالص. الدرونز الجديدة في أوكرانيا بتهاجم الدفاعات الجوية وبتسهل الهجوم، وبتضرب طرق الإمداد والبنية التحتية. كل ده هدفه إنه يضرب الهياكل الداعمة اللي بيعتمد عليها الهجوم الأمامي. واللي بيشوفوا نتيجة كده إن الجنود الروس اللي مش مدربين كويس بيتصفوا بالآلاف مهما شنوا هجمات كتير. أما بالنسبة للي هيحصل بعد كده، بوتين مش فجأة هيكتشف إن الهجوم الروسي انهار. هيستمر يأمر بهجمات بالآلاف، وأوكرانيا هتفضل تصدهم. الحقيقة أن الهجوم الروسي كان منتهي قبل ما يبدأ أصلاً. أخذ 14 كيلومتر مربع بس في مايو، ده شيء مثير للشفقة. ده كارثة كاملة لبوتين وإهانة. معناها أن حرب أوكرانيا هتستمر لفترة طويلة بعد ما هو وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده يختفوا من الدنيا. وكل ده بيحصل وروسيا بتتعرض لضربات متكررة من أوكرانيا. الحاجة الوحيدة اللي لسه روسيا بتتفوق فيها هي قدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى. الاثنين يقدروا يلعبوا اللعبة دي. بعد ما روسيا هجمت كييف، أوكرانيا ردت بضربات مدمرة في عمق قلب روسيا. اعرف ليه ده معناه إن حرب أوكرانيا ممكن تكون بتوصل لأخطر مرحلة ليها لحد دلوقتي لما تتفرج على الفيديو بتاعنا. ولو عجبك الفيديو ده افتكر تشترك في البرنامج العسكري عشان ما يفوتكش أي فيديو مننا، وشكرا لمشاهدتك.